بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي كيراكم؟ ان شاء الله تكونوا غايه لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله تلقاكم باحسن الاحوال. يا رب. اليوم جيت ندير معكم شوفوا واحد الشكشوكه بالبطاطا. عندي ما نقول لكم سهله ماهله بدون لحوم، اقتصاديه، بلا بيض بلا والو، غير واحد الحبيبه تاع بصل وطوماطيس وفلفله، وانتي درتي اروع طبق تحضريه للعشاء ولا للفطور. ان شاء الله قعدوا معايا وتبعوا الوصفه تاع اليوم. نبداو بسم الله على بركه الله. هنا في مقله درت عليها شويه تاع الزيت، وجبت هنايا حبه تاع بصل كبيره، هنايا قطعتها على هكا على شرائح، ومن بعد زدت لها زوج حبات تاع طوماطيس متوسطين في الحجم، وزدت لها حبه تاع فلفله ثاني قطعتها كيما هكا. هنايا نزيد لهم شويه تاع الملح ونخليهم يتقلاو. هنايا غطي، من الاحسن نغطوا عليهم هكا باش هذاك البصل يدي وقته في الطياب ويذوب لنا، وهذيك الطوماطيس ثاني تطلق الماء تاعها، وهذيك الفلفله ثاني. هنايا كما راكم تشوفوا غطيتهم وخليتهم على النار، درتهم ابتيف وخليتهم يتقلاو في غردهم. هنايا بعد ما تقلوا لي كما راكم تشوفوا، هنايا مازال خاصهم طياب ولا غير هكا قيس ما تقلوا بدا يطلق هذاك الماء. هنايا زدت لهم توابل ما عنديش توابل بزاف باسكو هذه غير شكشوكه ما غاديش تسحق توابل. هنايا درت لها نصف مغرف صغيره تاع فلفل احمر وشويه تاع الحرور. هذا مكان شوفوا غادي نعطيكم واحد التابل تقدروا تزيدوه معاها يعطيها ذوق شباب، باسكو سيتها من قبل تابل الدجاج. الا كان عندكم متوفر ديروا شويه توابل الدجاج، غادي يعطيكم لهذا الطبق تاعكم واحد الذوق ابني. هنايا كما راكم تشوفوا بعد ما صاي درت هذوك التوابل وشويه تاع الملح كما قلت لكم، ونخلط ونغطي عليها ونخليها طيب في غردها. هنايا بعد ما صاي هذاك الماء يبدا ينشف، هنايا هذا المقطع كان راح لي. هنايا نديروا عليها نص فنجال تاع ماء، نص فنجال تاع ماء نفرغوها على هذيك الشكشوكه ونغطوها ونخلوها طيب في غردها. هنايا كنت قطعت البطاطا كما هكا على شكل دوائر، ملحتها ودرتها تتقلى. هنايا هذيك الشكشوكه تاعي خطره على خطره نقلبها ونشوف هذاك البصل لا داب وهذيك الفلفله وكاع. هنايا كما راكم تشوفوا بدات هذيك الشكشوكه تاعي صاي، هنايا بدا يدخلها في الطياب، خليتها حتى اللي تعسلت هذاك البصل صاي ولا معسل كما هكا. شوفوا بسم الله ما شاء الله. هنايا شوفوا غير كما هكا مع طرف خبز الدنيا وما فيها. هنايا صاي بعد ما طابت لي كما كنت تشوفوا هذيك البطاطا كنت قليتها، انا ما درتش كونتيتي كبيره، نتوما ديروا على حسب عدد الافراد العائله تاعكم. هنايا خلطت هذيك البطاطا مع هذيك الشكشوكه كما هاك، هذيك البطاطا حتى اللي تتشرب من هذيك لاصوص تاعي. هنايا بعد ما نخلطهم كيما هكا، هنايا اش غادي نزيد لهم غير شويه تاع فرماج هكا غير باش يعطيها ذوق شباب ويعطيني منظر شباب لهذاك الطبق تاعنا. هنايا جبت هذاك المبشور تاع الجبن تاعي كيما هكا ونوزعه كاع على هذاك الطبق. هنايا زعما ماذا بكم تكثروا هكا شويه تاع فرماج، ما تكونوش مشحاحين. ايا كيما قلت لكم بعد ما درت لها الفرماج كيما هكا وجبت لها شويه تاع المعدنوس هكا كتزيين بسيط. هنايا شوفوا تبغوا كيما هكا ودخلوها للفوغ وتخليوها تتغراتينا، تبغوا غير في المقله وتغطوها وتخلي هذاك الفرماج يذوب. هنا كلشي راه طايب، غير هذاك الفرماج تاعنا يذوب لنا بهذه الطريقه. كما كنت تشوفوا هنا زينتها بشويه تاع المعدنوس، وهنا كنت غطيتها وخليت هذاك الجبن داب. وهذا هو الطبق تاعي. شوفوا بسم الله ما شاء الله يجي شباب معسل، ما عندي ما نقول لكم. ان شاء الله تجربوا حبيباتي وينال اعجابكم، خاصه كما تعرفوا دروك هكا الحمان وكاع ما بينا نبغوا غير هكا حاجه خفيفه وسهله. وان شاء الله حبيباتي كما قلت لكم يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش باش تجيبوا كومونتير كيما نتوما. نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.